السلام عليكم، اللهم صل وسلم على محمد. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. غدا لقاء العميد والزعيم، مسلسل الحلقة الرابعة أو الحلقة 34، ليس الرابعة متى بدت ما ندري، حنا ما عرفنا إلا خلاص دخل موسوعة جريتس مدري شو اسمها، جريتس مدري، دخلها خلاص وقاعد يتسلسل. مسلسل تركي. بكرة على حسك يا عميد. ثور إذا انهزمت، والله ثور إذا انهزمت، ونمر إذا انتصرت. غير كذا ما عندي. السلسلة ماشية أو المسلسل، إلا إذا في رجال في الملعب أو لاعبين يقدرون يوقفون هالمجانين مع مدربهم الشايب ذا. مين اللي طرد ذا؟ جاي ينتقم ذا، والله جاي ينتقم. الهلال قاعد يعذبنا تعذيب رسمي. والله تعذيب رسمي. رضيت ما رضيت، صحت ما صحت. وزير المعارف مدري، وزير الثقافة مدري، تتكلم هاشتاجات وتقول ظلم ولوبي أزرق. أقول لك قسما بالله راح يعذبونا تعذيب حسب ما ورد. باقي ما شفنا شيء. اتصال الدون ومدري وش الوزير، وطلع واحد ايش اسمه القرني ذا حق عضو الشورى، مدري عضو وين ذا في مجلس الشورى، طلع كلامه كله خرطي. مسرحية أقول لك، حتى مجلس الشورى دخل منهم واحد. طلع كلامه غير صحيح. وباقي ما شفتوا شيء. الشيء اللي بتشوفونه أو المسلسل اللي بيكمل 34 غدا. ونشوف النمر بكرة وش يسوي، يتحول إلى ثور وينجلد بالسلسلة ولا ياكلهم النمر. أنا ظنتي والله حمد الله معهم وبنزيما معكم لاعبين، ما عليكم من التحكيم. العب في الملعب بلا تحكيم بلا هياط. هاشتاجات وزير الرياضة، وزير مدري مين، اللوبي الأزرق، مقاطع جايبين مقاطع من البرتقال مدري وين. برتقالة مو برتقال تذكرون البرتقالة صح؟ راحت أيامها البرتقال. إعلام النصر جايبين مقاطع صحفيين برتغاليين يتكلمون إنه في ظلم مدري وش، وإنه يا رجل أقول لك هذا الزعيم توقفه في رمضان مدري في العيد. من اللي وقف هذا؟ نكبنا معه تتحرش فيهم أنت قدهم. وين الشنب اللي وقفهم؟ وقف معنا، نكبتنا وهجيت. اللجنة كلها تفركشت. قلت لكم من العام الماضي والله ما يخلينا نحبه بعد ونمدحه كذا طرق. وانت زعلان تمدح الزعيم، من حقهم. عندهم ناس يا هو، والله عندهم ناس ما في زيهم. يحبهم. هذا نصيب أو قدر أو قدرهم في الحياة. جماهير الزعيم إنهم يفرحون والباقي يصيحون. هاشتاجات. أدعية والله أدعية على محمد الهويش ما أدري وش، ومقاطع وحزن ما عندك أحد. صياح زي الحريم. ما ينفعك الكلام ذا. خليك رجال ودعم الزعيم اللئيم. يا رجل في إعلامي كان لاعب في الهلال سابقا، أتوقع لاعب يد، كرة اليد، طبعا المركز الأخير الهلال أو قبل الأخير كرة اليد. اللي كان معهم ذا الإعلامي كان ماخذ المركز الأول. اللي يقول دوكم مدري دوكم، آخر التغريدة دوكم وفساد ونادي الهلال وإنهم يأخذوا البطولات بالظلم. أقول لك كذابين والله. بعض الإعلام كذاب، فاهم كل شيء 40 سنة ما أنت فاهم. كنت في قنوات إماراتية 6 مدري خط 6 خط 7 مخرج 18 والله. بس كل تغريداته فساد والهلال. هو يقصد الهلال. دوكم مدري آخر التغريدة دقوا وجهك. شايب يا رجل، است على وجهك. فساد وين وكلام فاضي وين؟ مسرحية رياضية نطقطق فيها ونضحك
وش الاعلام ذا؟ ود ويش قلب راح يحرر فلسطين رجل. والله خلاص سياحة سياحة سياحة، خلاص اللي يفوز يستاهل، انتهى الموضوع. ايش دخلني انا؟ ما عندك رجال زي الهلال قسما بالله، هذا الصحيح. حتى لو ياخذونها باللجان والتحكيم فريق كبير، مرجله ما اخذها. انت وش ما اخذها؟ صياح ونياح. الى متى؟ الله اعلم. راح يتحرر يعني الوضع. يا الله، الله ينصر اهل غزه، الله ينصرهم ويفك ضيقتهم ويرحم الشهداء منهم. ما عليك من كلام الاعلام والافلام حق الاعلام، قسما بالله مخرفين شيبان رايحين فيها، ما تدري وش اللي يبغاه بالضبط يعني، وش اللي يبي ما تدري. تهاوش مع بعض يعني. طيب فساد وش دخلنا احنا؟ ما ادري، كلام يا رجل قسما بالله ما ينقال من انسان عاقل. مسرحيه رياضيه هذه، حق طقطقه وتسليه وترفيه وثقافه وكل شيء. يوم وطني يحتفلون احسن من يوم العيد. شوف يوم العيد فاضي، الشارع فاضي ما في احد. لو كان اليوم الوطني او يوم تأسيس كان تشوف الزحمه مثل ابليس رايحين جايين. الحين ما في احد، كلهم نايمين. عاد هنا اكثرهم مخزنين. بنت شايف احد. يلا بالتوفيق بالتوفيق.